السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور بنتكلم عنها في موديل اللابتوب اللي وقع مني، الناس كلها طبعا بتكلمني عنه. لابتوب موديل اسمه HP MT44. اللابتوب ده لو الناس بتدور على لابتوب للجرافيك ويكون شكله حلو ووزنه خفيف، طبعا في الفئة السعرية اقتصادية شوية، في رينج 7-8000 جنيه. عجب ناس كتير جدا، الناس اللي اشتروه بصراحة شكروا فيه. اول حاجه هنتكلم عنها هي خامه اللابتوب وشكله. اللابتوب زي ما انت شايف كده نازل بخامه من الميتال، نازل بفول ميتال زي ما انت شايف كده، خامته معدن قويه. الحواف بتاعته مش حاده، تلاقي الحواف بتاعته شكلها شيك جدا. طبعا عليه لوجو HP الجديد واخد الشكل الجديد، مع الكيبورد بينور زي ما انت شايف كده. ممكن برضه تتحكم في الاضاءه بتاعته طريق ان انت بتدوس الFN وF9، ده يقدر يوطي لك اضاءه اللابتوب او يعليها. طبعا بصمته سريعه جدا، تقدر تضيف بصمه. شكل اللابتوب العام مقبول جدا زي ما انت شايف كده. لو انت قاعد في ميتنج او اي حاجه، لا لابتوب تحبه يعني. انا عموما حابب شكله. خامته معدن، تبريده كويس قوي، ما بيسخنش طبعا، لان يعني الخامه لما بتكون معدن بيبقى التبريد فيها اعلى شويه. اللابتوب طبعا نازل بشاشه 14 بوصه بجوده صوره فول HD، تاتش سكرين زي ما انت شايف كده. وزنه طبعا خفيف، في ناس بتحب ال 14 وفي ناس بتحب ال 15 بوصه، بس ده عموما نازل بشاشه 14 بوصه بجوده صوره حلوه جدا، تاتشها سلس. عشان تجرب تاتش اللابتوب بتسحب من اول الشاشه لحد اخرها. لو في مشكله في التاتش هتلاقي في قطع حصل. بروسيسور على طول AMD Ryzen 3 برو 600U، ده معاه فيجا راديون GVX، بيجي ب 2 جيجا هرتز ورامات 8 جيجا من نوع DDRAM 4، ويندوز 10 شغال عليه كويس، وطبعا بيقبل ويندوز 11. طبعا ده نازل بفيجا AMD راديون فيجا 6، دي فيجا الديديكيتد بتاعها 1 جيجا DDRAM 4. دي طبعا بتشير من ميموري، لو انت مركب رامات 16 ممكن توصل معاك ل 6 جيجا. طبعا ادائها كويس قوي لو انت بتشتغل فوتوشوب او كده. طبعا هنجرب عليه فوتوشوب 2020 واوتوكاد. اللابتوب طبعا فيه المخارج بتاعته كلها، ده مخرج للسيم كارد، بس طبعا غالبا ما بيشتغلش في مصر ده عشان يعني غالبا بيتشال من الجمارك، يعني بسبب ان في ناس بتعمل هاكينج وحاجات بالكارته بتاعت الوان اللي جوه. وطبعا ده مخرج السماعات، ده بيشتغل هيدفون ومايك مع بعض. وفي طبعا هنا عندنا USB 3 وبعديه HDMI لو حابب تعرض على تلفزيون كبير، وطبعا مكان للان. في طبعا هنا السوكت اللي الناس كتير بتسال عليه، ده حاجه اسمها داك ستيشن، ده زي كونفرتر كده بيركب، بيديك مخارج كتير لللابتوب، بيديك HDMI زياده، USB زياده. وطبعا عندنا هنا المخرج المشهور اللي هو التايب سي، ده طبعا بيطلع منه مخارج كتير زي USB، بيطلع منه HDMI، فيجا لان، يعني ما شاء الله في مخارج كتير قوي منه ممكن تطلعها. في الجنب التاني هتلاقي التهويه بتاعته، مكان التبريد، دي مكان التبريد بتاعه، مكان المروحه. طبعا هو بيسحب السخونيه من جوه بتردها من هنا، فدايما هتلاقي الجنب ده هو اللي دايما سخن. التبريد بتاعه بيمشي في قناه كده لحد ما يوصل لفتحه التبريد، وبعد كده المروحه وظيفتها انها بتطرد. هتلاقي الجنب ده هو اكتر حاجه متعرضه للسخونيه معاك. بعد كده هنلاقي منفذ تاني للUSB 3 مكتوب عليه SS هنا، ده USB 3. طبعا هنجيب مفك نفك المسامير بتاعته طبعا بحرص. بعد كده هنجيب الفتاحه، في على فكره مسامير هنا متداريه لازم تفكها، الاثنين دول. في بقى فتاحه اسمها فتاحه لابتوب، خلاص الجنب بكل سهوله اتشال. طبعا زي ما قلنا ان التبريد بتاعه بيبقى من الجنب. طبعا ده البروسيسور بتاعه هنا، الفيجا بتبقى مع البروسيسور، بتبقى مدمجه مع البروسيسور ده AMD Ryzen 3، تمام كده. فدي السخونيه كلها بتظهر من هنا، بتمشي في القناه دي زي ما انت شايف كده، توصل لهنا. والمروحه وظيفتها انها ايه؟ تطردها، يعني دي وظيفتها انها تطرد السخونيه. فهتلاقي طبعا هي السخونيه اصلا جايه من نص اللاب وبتوصل لحد الاخر. فاست لك اللابتوب بيسخن من الجنب جامد قوي، فالسخونيه بتاعت الجنب دي هي بتاعت البروسيسور والفيجا مع بعض. دي طبعا السماعات بتاعت اللابتوب زي ما انت شايف كده، ادي سماعه، ادي الثانيه. وده الSSD ده، بس ده من نوع NVMe، نازل ما شاء الله بوستر ديجيتال NVMe وبرامتين. دي بقيه المخارج. طبعا لو حضرتك عايز تزود الرامات، هو ده يعني لابتوب غريب قوي، نازل برامتين 4 جيجا، كل واحده 4 جيجا، بس الباص بتاعها 2666. لو حبيت تعمل ابجريد طبعا تخليها 16، هتضطر تشيل الرامتين دول وتشتري 8 او قطعه واحده 16، بس للاسف الاربعات دي يعني ما حدش بيشتريها كتير. فهو اللابتوب عموما زي ما هو نازل كده، نازل برامتين 4 جيجا، وده الSSD بتاعه الM.2، ودي البطاريه بتاعته، المروحه والسماعات بتاعته. شكله ما شاء الله ظريف من جوه، مش متبهدل يعني، حالته كويسه. طبعا الدايت ده عشان تقفله هتلاقي هنا لازم تتك عليه الاول كده، تقفله بالكليبسات بتاعته، تسمع صوت الطقه كده. بعد ما تقفل الكليبسات هنجيب المفك بتاعنا كالعاده،
طبعا اللابتوب ده يعتبر في الفئه المتوسطه، يعني مش جيمنج قوي، مش بتاع 3 دي ماكس تقيل او برامج هندسيه تقيل قوي. ده في الفئه المتوسطه اللي بيدور على لابتوب بيكون شكله شيك وفي نفس الوقت وزنه خفيف ويشغل له برده اللي هو عايزه، تقدر تفتح عليه مشاريعك لو تشغل 3 دي ماكس اوتوكاد تشتغل معاك كويس. انما تعمل تصميم تقيل قوي ك 3 دي ماكس ما اعتقدش، يعني بوجهك لحاجه فوق ال 10000 جنيه. ده متوسط سعره دلوقتي من 7000 ل 8000 جنيه. طبعا انا شفت ناس بتبيعه بارقام خياليه عن رينج 10000 جنيه. طبعا اللاب ما يستاهلش كل ده. انا بتكلم عموما على السعر في الفتره دلوقتي اللي انا فيها، اللي هي نزل فيها الفيديو، اللي انا اقدر اقول لك السعر دلوقتي كام او موجود كام. ما ينفعش تسالني بعد فتره طويله او بعد كام شهر، لان طبعا انتوا عارفين الاسعار بتتغير من وقت للتاني، ساعات بتقل ساعات بتزيد. فده متوسط سعره في الوقت الحالي من 7000 جنيه لحد 8000 جنيه. انا شايف اللابتوب حلو جدا ويستاهل بصراحه، يعني انا حابه كشكل كمواصفات. موضوع السخونيه انسى، اللابتوب فعلا ما بيسخنش خالص، والناس اللي بتقول ان اللابتوب بيسخن، لا هو ما بيسخنش، واي لابتوب بيسخن عادي، بس في درجه حراره اوفر تخلي اللابتوب يفصل، يعني من كتر ما هو بيسخن بيفصل. ده كده في مشكله في التبريد بتاعه او في مشكله في اللابتوب ان هو بيسخن. ما ينفعش تحكم على اللابتوب ان هو بيسخن، هو اصلا اللابتوب لسه دافي. يعني اللابتوب عموما اي لابتوب هتلاقيه بيسخن عادي. في الحلقه دي خلصنا كلام عن الاتش بي اليت بوك ام تي 44. في الحلقه اللي جايه ان شاء الله جايب لكم موديل تاني اجمد منه للناس اللي بتحب الشاشه 15 بوصه، لابتوب رايزن 5 موديله اسمه اتش بي 755 جي 5، نفس الشكل ونفس الخامات بس بدون تاتش وشاشته 15. هتعمل لايك للفيديو، طبعا مشاركه عشان تشوفه وسط اصحابك، وطبعا هتفعل الجرس وتشترك في القناه. ولو عندك اي استفسار سيبوا لي في اي كومنت، او عندك اي موديل بتسال عنه سيبوا لي في اي كومنت، وطبعا هعمل لك عنه ريفيو جامد جدا. سلام.